السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ النهاردة جايين نعرف طريقة ازاي ارفع البروجكت بتاعي HTML و CSS و جافا سكريبت بعد ما خلصته على الجيت هاب، وازاي اعمل له لينك، بحيث ان انا لازم يكون عندي لينك تعريفي البروجكت بتاعي اقدر ابعته لاي حد يتفرج على شغلي حقيقي. تمام، دلوقتي ده البروجكت اللي احنا هنشتغل عليه. لو جيت بصيت هنا، ده البروجكت عندي حاليا عامله جو لايف، فهو مرفوع مفتوح من خلال جو لايف سيرفر او من الجهاز عندي. دلوقتي انا لو بعت اللينك ده لاي حد، لو فاكر ان هو هيشتغل، فهو لا، مش هيشتغل. لازم اعمل اكونت على الجيت هاب. طيب قبل خطوة الجيت هاب عندي اداة اسمها الجيت، هعمل عليها سيرش ولازم انزلها عندي على الويندوز واشغلها، عشان دي الاداة الوحيدة اللي بنقدر من خلالها نرفع على الجيت هاب. وخلي بالك ان فيما بعد الطريقة اللي احنا هنعرفها دلوقتي دي بتتعمل للمشاريع النيتف بس. يعني ايه المشاريع النيتف؟ اللي هي البروجكت اللي معمول HTML و CSS وجافا سكريبت. لما تبدأ تخش في الرياكت بعد كده هتبقى الطريقة مختلفة تماما عن الطريقة ديت. بعد كده بخش على الجيت هاب، اكريت اكونت لنفسي، هتلاقي الصفحة دي كلها كده فاضية ما فيهاش اي حاجة. هتبدأ تخش من هنا على البروفايل بتاعك، هتلاقي ان البروفايل فاضي ما فيهوش اي حاجه، عشان لسه انت عامل الاكونت. وان شاء الله هتعمل مشاريع كتيره جدا في يوم من الايام، وهتلاقي البروجكتس دي كلها كتير. طيب انا دلوقتي هعمل بروجكت جديد عندي من خلال الزرار بتاع نيو. هاجي هنا اعمل ريبوزيتوري نيم، اسجل اسم المشروع بتاعي، هقول له مثلا تيست 2. تمام. هتيجي هنا لو عايز تضيف له ديسكريبشن على المشروع بتاعك، والمشروع ده عملته بايه، وايه البروبلم اللي انت اللي واجهتك فيه، وكل دوت. بس انا حاليا مش هضيفه. تيجي هنا تخليه يا بابليك يا برايفت. برايفت مفيش حد هيقدر يشوفه غيرك، وده طبعا بنعمله لو هو فعلا شغل حقيقي. بس انا هخليه بابليك دلوقتي علشان اقدر اعمل له لينك، اخلي الناس يشوفوه. تمام. بعد كده هدوس هنا كرييت ريبوزيتوري. طبعا الطريقه اللي هقولك عليها دلوقتي دي مش الطريقه الصح. يعني ايه؟ عشان فيما بعد لما قلت لك هتتعلم رياكت ونيكست جي اس، بتبدا ترفع من خلال التيرمينال والكوماند لاين دول. انا دلوقتي هستخدم الطريقه العاديه عشان هي مشروع HTML و CSS وجافا سكريبت، لغايه لما نوصل ان شاء الله للمرحله المتقدمه بتاعت رياكت. دلوقتي اول ما بعمل كرييت ريبوزيتوري بيجيب لي الصفحه دي، ببدا اخش على ابلودنج فايل. تمام. بخش من هنا، هاجي الاول ابص على البروجكت بتاعي تمام وشغال مفهوش اي مشاكل، هجيب الفولدر بتاعه. هبدا ان انا اخش جوه الفولدر، هلاقي التقسيمه عندي زي ما انا عاملها كده بالظبط. حتى لو انت سايبهم بره مش فولدرات، فهتلاقيهم هما جوه البروجكت بتاعك، الملفات بتاعتك. هتبدا تاخد الملفات دي زي ما هي كده وتسحبهم على الجيت هاب. هتيجي هنا تحطهم جوه البوكس دوت، وتستنى لغاية لما هما يحمل كل الملفات بتاعة البروجكت، حتى الصور وكل حاجة موجودة عندك في الموقع، عشان تشتغل بالطريقة اللي انت مشغلها بيه على اللوكال عندك. وهنا هنصبر، هلاقي ان هو حمل فعلا كل الملفات. هاجي هنا اقول له كوميت تشينج. كوميت تشينج هنا هيبدا يعمل لي كوميت جديد في البروجكت بتاعي كله فعلا على الجيت هاب. ولكن ده كلام جميل جدا. هتقول لي طيب انا ممكن دلوقتي اخد اللينك ده ابعته لاي حد؟ هقول لك تمام. هو لو حد مش فاهم بروجرامنج، او مش فاهم اللي انت عامله، او مش فاهم يعني ايه الكود اصلا، مش هيفهم النتيجه، لان انت هنا جوه هتخش الاندكس HTML هيظهر له فعلا كود. تمام. ولكن مش ده المطلوب. المطلوب ان انا عايز اعمل لينك، اللينك ده ابعته لاي حد يقدر يخليه ان هو يشوف البروجكت بتاعي. طيب بعد ما تعمل البروجكت هنا، هتخش على السيتنج اللي فوق، وهتيجي هنا تحت في البيجز، تدوس عليها، وهتلاقي هنا ان هو معمول له نون وسيف. تمام. النون ده هتخليه يبقى مين، هيبدأ يعمل لك روت HTML زي ما هو كده، خليه على الروت ودوس سيف. وهتستنى بالظبط خلال دقيقة، هتعمل ريفرش هيظهر لك اللينك هنا. تعالوا نستنى مع بعض. تعال نجرب ان احنا نعمل ريفرش. لسه. خلينا نجرب نعمل ريفرش كذا مرة ورا بعض لغاية لما اللينك يظهر. هو المفروض خلال دقيقة بالظبط بيكون ظهر. يلا. اهو.
دلوقتي اللينك عندي ظهر، اقدر اخد اللينك افتحه في تابة تانية زي ما هو كده، هبص الاقي ان البروجكت هو بالصور بكل الديزاين اللي انا عامله ظهر فيه. طيب اللينك ده دلوقتي تقدر تبعته لاي حد، تمام، يشتغل عنده. وطبعا لازم الموقع بتاعك يكون ريسبونسيف علشان يشتغل عنده بالشكل الجميل زي ما انت شايف كده، تمام. طيب في اضافة اخيرة، بس ان انا هاخد اللينك دوت، هاجي جوه الكود عندي، انا مش هضيفه في الكود، انا هعمل حاجه اسمها اد ريدمي، عشان حتى لو فكرت ان انت تبعته لحد تحط اللينك زي ما هو هنا، يا اما هتعمل له تقول له لايف ديمو وتحط اللينك جواها وتدوس كومنت تشينج تقول له عشان حتى لو فكرت ان انت تبعت اللينك دوت لحد يبص على الكود يلاقي لينك اللايف بتاعك موجود. ومعاكم محمد سمير، فول ستاك ديفلوبر. لو قدرت ان انا افيدك اتمنى تدعي لي دعوه حلوه. بس كده، يلا، سلام عليكم.